تخيل وانت ماشي في الشارع تلاقي المنظر ده. في وقت من الاوقات اللي كانت بتمطر فيه جامد، الناس دي وهي ماشيه بالعربيه لقت نسر مرهق جدا ومش عارف يطير من المطره، فنزلوا من العربيه وهم مرعوبين من رد فعل النسر، وابتدوا ان هم يقفوا حواليه عشان يعرفوا المشكله في ايه بالظبط. ولما ما عرفوش يعملوا حاجه، الست دي ابتدت تقلع الجاكيت بتاعها وابتدت انها تلف النسر بيه عشان تعرف تمسكه كويس، وابتدوا يجروا بسرعه للدكتور عشان ينضفوا جسمه من اي عوالق ممكن تكون مش عارف يطير منها. بس اول حاجه عملوها ان هم غموا عينيه عشان ما يخافش من منظر او يترعب من اي حاجه هو مش متعود عليها. الدكتور ابتدى انه يعالج رجليه من بعض التجلطات، ومسك اداه كده زي السونار ومشاها على جسمه وعظمه عشان يتاكد ان جسمه مفيهوش اي كسور، وادوله محاليل وادويه عشان يقدر يتغلب بيها على الارهاق اللي كان في جسمه، وابتدوا ياكلوه ويشربوه، حتى جسمه ومظهره اعتنوا بيه زي ضوافره ومنقاره اللي كان لازم يتسنوا عشان يعرف يقطع بيه اكله. وبعد عناية استمرت لشهرين تقريبا